ويا اهلا بيكم. النهارده هنعمل النجمه الشيك ديت. شكلها حلو قوي. ممكن تبقى برضو على باب الشقه من بره زي الكورونا او من جوه. نعلق فيها الدلازيل دي تبقى جلاجل مثلا او اجراز. شكلها بيبقى شيك قوي. ممكن تبقى ماستر بيس في الكورنر بتاع الكريسماس اللي احنا بنعمله. فيلا نبدا ونشوف هنعملها ازاي. يلا بينا نبدا. كل اللي احنا محتاجين كرتونه، اي كرتونه متاحه عندنا في البيت. محتاجين مقص، قلم، السلك ده للتثبيت. انا ده سلك كهرباء عادي، كنت مقشره البلاستيك اللي عليه بالمنظر ده كان من شكله قبل كده. الوحدات دي موجوده في شارع الجمهوريه او عند اي حد بتاع ادوات كهربائيه متاحه. مش متاحه عندنا اي حاجه نثبت بيها حتى لو خيط. الكرتونه هنرسم عليها دايره، ممكن بطبق الفنجان الشاي. انا كنت رسمها من قبل كده وقصاها. طبعا لازم نكون مسخنين مسدس الشمع، نوسع علينا نفسنا شويه. وكمان هنحتاج بقى الاساس البيس بتاعنا، الشجر ده موجود عند محلات الهدايا او المكتبات. هنحتاج منهم 5 قطع. 1 2 3 4 دي 5. طبعا دي شجرة عادية جدا، هيكون الوحدة بتاعتها الطويلة دي اللي بتتثبت في القعدة دي احنا مش محتاجينها خالص، بس هي سهلة. شمال ويمين كده فوق وتحت يكون اتفكت على طول كده. هنقص الخيط ده عشان ما يكرش معانا. القطعة دي مش محتاجينها خالص، بس نخلي بالنا ان هي معدن فممكن تأذي حد. ترميها كويس. نشيل دي كمان عشان ما تكرش. نشيل بس الحاجات اللي مش هنستخدمها عشان احتمال نستخدم الترابيزة كلها. هي حجمها لما تخلص هتكون كبيرة قوي. نبدأ نظبط على الكرتونة. نظبط بس شكل نجمة خماسية على الكرتونة. أماكنهم بس هتكون فين نحددها. مش هنثبت حاجة دلوقتي، بس احنا بس يدوك بنحدد المكان بتاعهم فين كده بالمنظر ده كده داير. بالقلم او بالعصاية بتاعت الشيش طاووق هنبدأ نخرم بس اخرام علشان التثبيت. انا كنت مخرماها زي ما انتوا شايفين قبل كده، محدداها، لكن لازم ندخل فيها العصاية عشان نوسع بس الاخرام بالمنظر ده فيها كلها. كده خرمتها وكمان ثبت فيها الوحدات ديت بالشكل ده من ورا. عشان الفينش بتاعنا ده قماش قديم من شغل قديم عندي، بس انتوا اي قماش متاح عندكم بس للفينش مش اكتر. مش شرط عشان احنا عاملينها في البيت فيبقى الفينش بتاعها مش لطيف، لا بالعكس. بمسدس الشمع نبدأ نلزقها. نثبتها كويس كده بالمنظر ده شكل الفينش بتاعنا، شكلها حلو ونضيف وشيك. نبدأ نجيب شجرة في المكان اللي احنا كنا معلمين عليها. هنثبتها بس نشيل اول دور من الشجرة، نرفعه ونثبت العيدان دي سهلة قوي. بندخلها جوه بعض وبنشدها خلاص بتبقى ثبتت. اي كده ثبتت بالمنظر ده. طبعا هنرجع الشجرة تاني مكانها، والزيادة دي لازم نروح قصنها كده ونظبط الفرع اللي احنا شلناه. تمام. نجيب الشجرة التانية ونبدأ برضو نفس الموضوع، نثبتها لغاية لما ظبطنا كل الفروع. ودي بس للفينش حطيناها من فوق. نركنها على جنب وهقول لكم على خدعة جميلة جدا بعملها في كل شغلي.
المكان الاول الخدعة. دي وحدة كانت عندي من السنة اللي فاتت. الكور اللي كانت شابكة فيها وقعت، ما بقيتش بستخدمها، ركنتها طبعا، بس هي وش وظهر بالمنظر ده. احنا هي متثبتة كلها، هي عبارة عن جزئين. الاول هنقص الحاجات اللي هي مثبتاها، السلسلة دي الاول نشيلها، ونفك بقى السلوك اللي هي ماسكاها. دي سلك، وفي واحد كمان هنا، وواحد كمان، ونشوف لو في اي شمع لازق من جوه او حاجة ماسكاها من جوه، نفصلهم عن بعض. ودي الخدعة. بقى عندنا 2 قطعتين. دايما الحاجات دي بتبقى وش وظهر بنستغلها كده. عندنا قطعة نظيفة جدا من ورا، ما فيهاش اي حاجة، ونبدأ نستخدمها. شكلها شيك جدا ونظيفة، نقدر نعمل منها 2 وحدتين مش واحدة. نجيب تاني النجمة بتاعتنا او الشجرة بتاعتنا زي ما هنقول عليها. نبدأ بمسدس الشمع، نظبط بس مكانها، نشوف المكان المناسب ليها. هي بس الشجرة اللي احنا عاملينها او النجمة اللي احنا عاملينها خماسية، والنجمة او الوحدة دي سداسية، فنحاول نشوف الشكل المناسب ليها ونبدأ نثبتها. مسدس الشمع نخلي بالنا دايما منه، لسعته وحشة جدا بعيد عنكم. نبدأ نثبتها. طبعا هتاخد وقت قبل ما تنشف. في الوقت ده احنا نبدأ نفنكش الشجرة، نظبط الفروع بتاعتها، نطلعها كده، نظبط فيها، نظبطها كلها على حسب طبعا رؤيتنا احنا ليها. وده شكلها لما خلصت. بس عايزة اوريكم حاجة في القريب كده. ده الفرع اللي بيتركب فيها النجمة التوب اللي بتبقى فوق. احنا ده هيكون العلقة بتاعتنا، هنلفها كده، هنعملها زي حلقة ونلفها لفتين، 1 2. بقت هي دي العلية اللي بنركب منها النجمة. يلا بينا بقى نشوفها لما خلصت. ده كده شكلها لما خلصت. هي كبيرة مش صغيرة، بس هنبدأ بقى نظبط الفروع بتاعتها زي ما قلت لكم، نفنكشها. هي في الاول في الاخر هي شجرة عملناها على شكل نجمة. الديكوريشن لو عايزين نسيب الماستر بيس اللي في النص دي كده تمام، اوكي. عايزين نعمل الديكوريشن ليها زي ما قلت هي شجرة، فاحنا هنعلق عليها الحاجات اللي احنا عايزينها. ده مثلا فرع اجراس، انا هعلقه بالشكل ده عليها، نثبتها. في كمان عندنا الصنوبر، انا بحب الصنوبر ده جدا، برضو نعلقه عليها. كل الحاجات دي اختيارية تماما اللي احنا عايزين نحطه فيها. في كمان نحط واحدة كمان صنوبر، سانتا. لازم نحط سانتا عليها. واحد كمان نحطه هنا. وده شكلها لما خلصت. معلقين سانتا والسنوبر والأجراس، وحطينا ميري كريسماس من فوق. كل الديكوريشن ده حاجة اختيارية بتاعتنا احنا. وتاني ما ننساش ان دي شجرة في الأساس، يعني ممكن كمان نغير الديكور بتاعها ده، نحطه يبقى متعلق من تحت. احنا ممكن كمان
بمنتهى البساطة نتني اي فرع منه بالمنظر ده كده. مجرد ان احنا نرفعه لفوق، ان الفروع بتاعته كلها سلك، ونعلقها فيها بس خلاص كده. شكلها حلو قوي، بسيطة. ممكن كمان نغير، نحط في الجلاجل او اجراس يكون ليها صوت، تبقى من برا الشقة او من جوه الشقة. ودي الواحدة اللي احنا فكيناها، نعمل منها قطعتين شمال ويمين لو عندنا عمودين مثلا. شكلها حلو قوي، حجمها كبير كمان مش صغيرة. وبكده نكون خلصنا شغلنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم، طريقتها بسيطة نقدر ننفذها في البيت. ومنتظرة رأيكم في الكومنتات، منتظرة دعمكم باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يجيلكم كل جديد من شغلي. كل سنة وانتم طيبين. سلام.